التسلا خلصت شحن، السياره مالتي الشحن مالتها باقي بيها 5%، مثل ايش قد يمشيني 12 ميل. لا تقول الفيت بم راح يحمى، تقول الشعبيه مال البنزين راح تصعد بالنوزلات، التسلا ماكو هذا الحكي، بيها مسافه بيها نسبه شحن، الشحن مالتها حقيقي والمسافه مالتها حقيقيه. لقت الشواحن اللي موجوده بالخريطه، اجينا بمول كادويه موجوده شواحن، بعد مواقع ببغداد هم بيها شواحن، هسه اجينا الى مول بغداد راح نشحن سياره. هاي الشاحنه، هنا طابقه سوناتا، هنا هونداي كونا، واحنا حايرين وين نخلي السياره. هذا المكان اصلا اخضر مخصص للشحن، بس لين اليوم جمعه ولود المشرفين على الجراج يوقفون السيارات بكل مكان. تكرم سيارتك هي بنزين وتطلع صوت بالمشي ودخانه وثعواله واصله بموزه، تجي تطبق بمكان السيارات الشحن ليش؟ يا حبيبي يلا اقطع عم اقطع. باع عيني. هاي الوضعيه وهاي الطبقه هيجي بهالشكل. انا طابق حاليا بالطريق مال الجراج، خاليني سياره اشحن. شكرا شركه بي ام. الحمد لله فرجت، طلعوا الجماعه اثنيناتهم، صار مكان، طبقت السياره بمكانها، اقفل راح الحق الولد لان الولد عافوني وطفروا قالوا انت سالفتك طويله. افضل من هاي الدوخه كلها والفرفره بالشوارع انه تشتري لك شاحنه وتثبتها بالبيت وتشحن بيها السياره وتحترم نفسك بكل اريحيه. الادابتر راح تحتاجه 100% من الشواحن اللي موجوده بالشوارع اكثرها مع شركه بي ام. منفذ مالتهم اوروبي يكون بهذا الشكل اسمه تايب 1، ومنفذ التسلا يكون بهذا الشكل. فالادابتر اللي هو توصاله راح يحول لك من التايب 1 اللي هو الاوروبي الى التسلا. تجي تشكل الادابتر، تشكل الشاحنه، راح يرمش عندك اللون الاخضر، يعني السياره حاليا دا تشحن. بالنسبه لاسعار الشاحنات المنزليه فاسعارها تتراوح تبدي من 50,000 وصولا الى 450 500,000 حسب جوده الشاحنه وحسب امبيريه الشاحنه. كل ما الامبيريه تصعد مال الشاحنه كل ما شحن السياره راح يصير اسرع وراح يزيد سعر الشاحنه. كل ما الامبيريه تقل الشحن راح يصير ابطا وسعر الشاحنه يقل. والادابتر سعر الجديد مالته 50,000. اشتريت شاحنه اوروبيه واشتريت الشاحنه والادابتر سوى مستعملات اشتريتهن 100,000.